إحنا طول الوقت بنفكر إن اللي تعبنا جاي من بره. شخص قال كلمة، موقف حصل، تجربة فشلت، وبنفتكر إن أول ما الحاجة دي تخلص الوجع هيخلص معاها. بس اللي بيحصل في الحقيقة غير كده. بعد ما الناس تمشي وبعد ما الموقف يعدي، في صوت بيفضل موجود. الصوت ده مش بيزعق ومش دايما واضح. أحيانا يجي في شكل ملاحظة بسيطة أو سؤال صغير: هو أنا ليه عملت كده؟ المشكلة مش في السؤال، المشكلة في اللي بيكمل بعده. الصوت ده ما بيقفش عند الفهم، يفضل يراجع الغلطة مرة ورا مرة ويحولها لحكم: انت دايما كده، عمرك ما بتتعلم، أكيد هتغلط تاني. وهنا يبدأ الجلاد. مش شخص ولا حد واقف قدامك، هو طريقة قاسية في الكلام مع نفسك، طريقة ما بتديش فرصة للمحاولة، ولا بتعترف بالتعب، ولا تسمح بالغلط. الجلاد يقنعك إنه بيصلحك، بس في الحقيقة هو بيخليك تخاف، تخاف تحاول، تخاف تغلط، وتخاف تعيش على طبيعتك. وأخطر حاجة فيه إنك مع الوقت بتنسى إن ده صوت وتفتكر إنه حقيقة. علشان كده الكتاب بيبدأ من هنا. قبل ما تسأل ليه الدنيا قاسية، اسأل نفسك الأول: أنت بتكلم نفسك إزاي؟ اشترك في القناة عشان نكمل وعي سوا، وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.